المتحف السحري والكنز الصغير. فريدة كانت متحمسة جدا. كانت أخيرا تزور المتحف المصري الكبير، المكان الذي يضم كنوزا تاريخية عمرها آلاف السنين. كانت تنتظر هذه اللحظة منذ وقت طويل. بمجرد دخولها رأت تمثالا ضخما للملك رمسيس الثاني. شعرت فريدة بالصغر أمام عظمة التاريخ. قالت لنفسها: كم هو جميل ومثير. وفي إحدى زوايا القاعة وجدت تمثالا صغيرا على شكل مومياء، مطليا باللون الأخضر والأزرق، عيونه متلألئة. فجأة تحرك التمثال. قال التمثال الصغير بصوت خافت وهادئ: أهلا بك يا فريدة، اسمي كنز، وأنا هنا لأكون دليلك السري. هل أنت مستعدة لرحلة عبر الزمن؟ اتسعت عينا فريدة بدهشة. همست: رحلة؟ إلى أين؟ أومى كنز برأسه نحو أكبر مجموعة في المتحف، كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون. قال كنز: تعالي معي لنرى القناع الذهبي الشهير، إنه مصنوع من الذهب الخالص والأحجار الكريمة. كان يعتقد أنه يحمي الملك توت عنخ آمون إلى الأبد. انظري إلى هذا الصندوق الخشبي، كان مليئا بالمجوهرات والطعام والألعاب، كل ما قد يحتاجه الملك الشاب في رحلته إلى الحياة الأخرى. سارت فريدة في قاعات المتحف تشاهد العربات الحربية المصنوعة ببراعة، وقطع الأثاث الملكية، والمومياوات المحفوظة بعناية فائقة. قالت فريدة: يا له من تاريخ مدهش، لم أكن أعلم أن المصريين القدماء كانوا أذكياء وموهوبين إلى هذا الحد. ابتسم كنز وقال: وهذا كله محفوظ هنا لكي يتعلمه الأطفال مثلك. المتحف المصري الكبير هو الباب السحري لقصة عظيمة عمرها آلاف السنين.